السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة النشر من سوسي، إن شاء الله بغيتكم تكونوا في أحسن أحوال يا ربي. يوم إن شاء الله بإذن الله يوم حلقة خاصة بمسجد السلام. لا زال غادي نهضروا عليه هاد المسجد شوية في هاد الحلقة، وغادي تكتشفوا معايا الحوايج في هاد الحلقة إن شاء الله. ولهذا بغيتكم قبل ما تبدأوا فيديو تضغطوا على لايك للفيديو وكملوا حلقة حتى الآخر. أنا أول مرة يشوف هاد القناة يندم لي الاشتراك وفرم. كما قلت لكم قبل قليل في بداية الفيديو، وقلت فعنوان بأن حلقة مخصصة بهذا مسجد السلام. هذا المسجد اللي كان يتواجد في حي السلام لا ذلك بمدينة وجدة. هذا المسجد هو من أقدم مساجد هنا في مدينة وجدة. هذا المسجد هو قديم بزاف هنايا في مدينة وجدة، كي يتواجد بحي السلام لا زال وقلب بزاف محي فتح حي فتح هو غادي إن شاء الله مستقبلا غادي نديرو حلقة عليه غادي تكتشفوا كيف ما كتعرفوا معايا مدينة وجدة. هي مدينة ألفية، مدينة عاملة غير في المساجد، هي وحيدة في الجهة الشرق في الجهة الشرقية عاملة غير المساجد. وهذا مسألة زوينة بزاف في مدينة وجدة، أنها تكون في أي بلاصة أي حي أي مرفق عمومي تلقى فيه مساجد. هذه حاجة زينة باش كتميز بمدينة وجدة، ونتمنى أنها تستعمل هذه بديلة من مدينة وجدة وجميع المدن الشرقية.
ونتمنى أن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وتبارطاجيو معي هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا كنتم أول مرة كتشوفوا هذا قناة انضموا لي اشتراكوا ولايك الفيديو ودابا إن شاء الله غادي نكتشف مدرسة أجمل بن عفان ونسلخ لكم مع فيديو حتى الآخر ونتمنى لكم فرصة ممتعة للجميع إن شاء الله يا ربي. شوفوا معي هذه اللحظة هذه مدرسة أجمل بن عفان، هي واحدة مدرسة عمومية هي فهد حي السلام عليه. هي أقدم مدرسة هنا بمدينة وجدة، أقدم من مدرسة صراحة هذا حي الله كبير بزاف. حي السلام لله، حي السلام لله اللي كتميز بزاف الحوايج زوينين. لازم هي واحدة من التقاليد قبيلة بزاف وعاملة بأحياء. نتمنى إن شاء الله نتنسوا اللايك ديالكم وفرصة ممتعة للجميع إن شاء الله يا ربي. متابع قناة الناس غمس فرصة. أنا كان شكركم بزاف حياتي حيث وصلتوا معايا حتى هذه مرحلة من الفيديو. كان شكركم بزاف وبغيت نقولكم بأن الحلقة ديالنا مع أسف هنايا غادي توقف الحلقة ديالنا. بغيت نقولكم ما تنسوا اللايك ديالكم وديرونا الجرس باش يوصلكم جديد في كل أسبوع إن شاء الله، في كل خميس إن شاء الله. وبغيتكم تبارطاجيو هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى اللقاء إلى خميس مقبل.
إن شاء الله يا لبي.